يا ربي ماري ماري يا رحمن ماري ماري يا ربي ماري. فلان قتل فلان، جار قتل جاره، صاحب قتل صاحبه، قريب قتل قريبه، زوج قتل زوجته، والد قتل بنته، ابن قتل أبوه. والله إن هذه الأخبار أصبحنا نسمعها كل ساعة في زماننا. وأقول عجبا، أقول للمسلمين، أقول للموحدين بالله، متى آخر مرة سمعتم أن كافرا قتل كافرا؟ حدثوني، متى آخر مرة سمعتم أن كافرا قتل كافرا؟ ولكن ليس في أخبارنا إلا مسلم قتل مسلم، ولا تسيل الدماء إلا في أوطاننا. وفلان قتل فلان من أجل مال، فلان قتل فلان من أجل مبلغ. يا لأتفه الأسباب التي تصاب فيها الأرواح. أليس دم المسلم على المسلم حرام؟ والله إنني لا أتكلم إلا لحرقة في قلبي. ونحن كل يوم نودع الناس الذين يقتلون، أبرياء والله أبرياء. والرجل يقتل ويترك 3 أبناء و4 أبناء و5 أبناء. بالله عليكم، جرائم القتل التي انتشرت، هل هي جرائم قتل قتل فيها مقتول أو قتل فيها قاتلا؟ هل هي من أجل الجنة؟ ونقاتل بعضنا اليوم ونقتل بعضنا البعض من أجل الدين؟ لا والله، كله من أجل الدنيا. كفى 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 أيها المسلمون. ألستم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال لزوال الدنيا أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم. واليوم الأخبار كلها إراقة دماء مسلمين، لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا. هل هناك أعظم من أن تهدم الكعبة؟ يا من صوبت سلاحك أو سكينك، يا من صوبت عصاك أو ما تملك من أدوات القتل لتقتل رجلا بريء من أجل دنيا فانية، أن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رفع حديدة على أخيه ملعون. ليس من قتل، لم يقتل بعد، لم يقتل بعد، لم يريق دما حراما بعد، إنما رفع حديدة على أخيه فهو ملعون في السماء. يا عباد الله، إذا كان من رفع حديدة دون قتله فهو ملعون في السماء، كيف بمن تجرأ على أن يقتل؟ أما قال الله في جهنم خالدا مخلدا؟ فيا عباد الله اتقوا الله، أيها الناس اتقوا الله، أيها الآباء راقبوا أبنائكم. أين يخرج هؤلاء الأبناء الذين يقتلون، الرجال الذين يقتلون؟ أبنائنا يتخرجون. على المجتمع أن يربي أبنائه، على الآباء أن يربوا أبنائهم. نحن اليوم ليس في أوطاننا إلا اللون الأسود، ليس في أوطاننا إلا الدماء، ليس في أوطاننا إلا أوشعة الحزن وقصائد الفراق، ولا نحفظ من آياتنا في وطننا العربي إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. أليس في كتب التاريخ أفراح؟ أما آن لأمة محمد أن يعود مجدها. أقول: من سل سيفا، من سل سكينا، من سل سلاحا لقتل مسلم، رويدك رويدك، خبئ سيفك وسلاحك،
خبئ سيفك وسلاحك، فإنها ليست رجولة، فإنها ليست رجولة. منذ 75 عاما ونحن ننادي يا قدس قادمون. خبئوا أسلحتكم لتحرير بيت المقدس لا لقتل بعضكم البعض. خبئوا أسلحتكم لإخراج اليهود من بيت المقدس. اليهود يعيشون في أمن وفي أمان، ولا يسيل دما واحدا عند اليهود، وأما الدماء لا تسيل إلا بيننا البين. كأن الآية انقلبت، سبحان الله.